الفيلم ديالنا كيبدا مع جوج ديال الولاد صغار. الولد سميتو ريتشارد وعنده 9 سنين، والبنت سميتها ايمي وعندها 7 سنين. وبجوجهم كانوا في واحد السفينه كبيره، وهما راجعين للدار من واحد الرحله طويله. الدراري كانوا دايرين صداع، وبات ريتشارد تعصب منهم شويه، وشعلات العافيه في السفينه، والقضيه ترونات، والناس كاملين اللي كانوا خافوا، والدخان غطى كل شيء، وما بقى باين قدامهم والو. وبات ريتشارد وشي وحدين معاه مشاو لمركب النجاة باش ينقذوا راسهم. والطباخ ديال السفينه اللي سميتو بادي شد ريتشارد وايمي وخداهم معاه في واحد المركب صغير، ولكن حيت كان الدخان بزاف ما بقى كيشوف والو، وتودر عليهم. ومن بعد الدراري الصغار بقاو تالفين وسط البحر، وما عندهم لا ماكله لا ما. وفي الصباح شافوا من بعيد واحد الجزيره، وبادي فرح بزاف وقصدها. وفاش وصلوا للجزيره كانت كلها خضره وعامره بالشجر ديال جوز الهند. وبادي بدا كيقلب في الجزيره ويشوف واش كاين شي ناس باش يطلب منهم المساعده، ولكن للاسف ما لقى حتى واحد. وفهم ديك الساعه انهم محبوسين تماك، ولكن الجزيره كان فيها كل شيء باش يقدروا يعيشوا. وبادي لقى حتى واحد البرميل ديال الشراب اللي لاحوا البحر في الجزيره. وريتشارد وهو كيلعب تصادف مع واحد الجمجمه ديال الانسان، ومشى كيجري عند بادي وقالها ليه. وملي شافها بادي قال ليه لوحه. وهنا بادي عرف باللي كاين الخطر، ومن بعد شد الدراري ومشى للجهه الاخرى ديال الجزيره. وفي الليل بادي وهو كيشرب سمع الصوت ديال الطبول جاي من بعيد، وكان جاي من الجهه الثانيه. ومشى بشويه لتما ولقى واحد التمثال محطوط فوق منه طرف ديال اللحم ديال الانسان. وملي شاف بادي داكشي فهم باللي تما كيقدموا القرابين للبشر. خونا خاف ورجع عند ريتشارد وايمي وقال لهم: وعدوني مهما وقع ما تدوزوش للجهه الثانيه ديال الجزيره، وهذا القانون خاصكم تحترموه. ولكن الاولاد كانوا كيتساءلوا علاش بادي مانعهم من ديك البلاصه، وبادي يليهم باللي تما عايشين واحد الناس كياكلوا اللحم ديال البشر وكياكلوا حتى الدراري الصغار. وريتشارد في هذه المده كان كيظن باللي باه غادي يجي ينقذهم، وحتى بادي كان عنده الامان بالنجاه. ولكن بين ما يجي داك النهار خاصو يتحمل المسؤوليه ديال الدراري، ولا كيعلمهم كيفاش يلقاو الماكله ويبنيو خيمه من ينعسوا فيها، وكيعلمهم كيفاش يقدروا يعيشوا في الغابه بوحدهم الا وقعت ليه شي حاجه. وفي واحد الليله بادي بقى كيشرب بزاف حتى سكر، ومن بعد شاف البرميل ديال الشراب ديالو كيغرق في البحر، ومشى تبعو باش يجيبو. ولكن حيت كان سكران بزاف بدا كيغرق وما قدرش ينقذ راسو. وفي الصباح ريتشارد وايمي فاقوا ما لقاوش بادي حداهم، ومن بعيد شافوه مسرح في الرمله في الجهه الثانيه ديال الجزيره. وشدوا المركب الصغير ومشاو لعنده، وكانوا كيظنوه غير ناعس من كثره الشراب، وحاولوا يفيقوه ولكن للاسف ما ناضش. وعرفوا في ديك اللحظه باللي بادي شرب بزاف ومات. وايمي سخفات ملي شافت داك المنظر. ومن بعد ايمي قالت لريتشارد: فين ما نشوف هاد البلاصه كنتفكر بادي، وما بقاتش عندي القدره باش نعيش هنا، وبغيت نمشي لاي بلاصه اخرى. وريتشارد سمع لكلامها وجمعوا حوايجهم وركبوا في المركب، وفعلا مشاو للجهه الثانيه ديال الجزيره. والبلاصه اللي لقاو تماك كانت صالحه للعيش وفيها الماكله وكاع داكشي اللي غيحتاجوه. ومن بعد قرروا يبنيو البلاصه اللي غيسكنوا فيها. وفي الايام الاولى عانوا شويه، ولكن داكشي اللي علمهم بادي خلاهم يتاقلموا مع الوقت، وبداو شويه بشويه يتعلموا كيفاش يعيشوا في الجزيره. ودازت عليهم سنوات وهما ساكنين فيها حتى كبروا بجوج. وريتشارد ولات عنده 21 عام، وايمي ولات عندها 19 عام، وبجوج كانوا كيمشيو يصيدوا الحوت وكيجنيو الفواكه اللي كانت تماك، وكانوا عايشين في واحد الهدوء تام. ودازت الايام وريتشارد وايمي بداو كيحسوا بالتغيرات الجسديه والعاطفيه، وما كانش عندهم شي فكره على هاد الشيء. وفي واحد النهار ملي كانت ايمي كتعوم وشاف الدم نازل منها وتخلعات وما كانت فاهمه والو، وغوتات على ريتشارد. وملي سمع صوتها مشى كيجري عندها وسولها شنو واقع ليها، ولكن هي سكتات وما بغاتش تجاوبه، وقالت ليه سير. ومنين خرجت ايمي من الماء ريتشارد عاود سولها شنو كاين، وكان كيظن باللي ايمي غير تجرحات، ولكن هي ما بغاتش تقول ليه والو. وداك الشيء خلى ريتشارد يتقلق بزاف ويحس باللي ايمي ما بقاتش بحال قبل، حيت شحال هادي ما كانتش كتخبي عليه والو. ومع الوقت ايمي ولات كتبقى غير كتشوف ريتشارد من بعيد، وريتشارد حتى هو ولا كيبقى غير كيراقبها ملي كتدخل الماء. وبحكم انهم عاشوا بوحدهم من الصغر ما كانوش فاهمين شنو كيوقع لهم بالضبط. ومن بعد ريتشارد كيمشي يصيد الحوت وكيجيب الفواكه، وايمي كتطيب وكتغسل الحوايج، وبجوجهم كانوا عايشين حياتهم بالضحك والنشاط في الجزيره. ولكن ديما كيبقاو يتسناو النهار اللي غادي يجي فيه بات ريتشارد باش ينقذهم. حتى جا واحد النهار سمعت فيه ايمي الصوت ديال الطبول جاي من الجهه اللي كان بادي مانعهم يمشيو ليها. وايمي حسات بفضول كبير وبغات تعرف شنو كاين تماك، ومشات ايمي بوحدها
وملي وصلت للجهه الاخرى لقات واحد التمثال كيخرج منه دم غريب، وايمي ظنات ان ديك البلاصه مقدسه وروحانيه، وجرات عند ريتشارد وقالت ليه انا مشيت للنص الاخر من الجزيره اللي بادي كان مانعنا نمشيو ليه، ولقيت واحد التمثال الشكل ديالو بحال شي حاجه مقدسه ومميزه، وبادي كان غير كيكذب علينا وما كاين حتى شي ناس كياكلوا اللحم ديال البشر كيف ما قال لنا بادي. وريتشارد ملي سمعها تعصب بزاف وقال لها حنا وعدنا بادي باللي ما نمشيوش لديك البلاصه وانتي مشيتي ليها ودرتي غلطه كبيره، ومن دابا ما تبقايش تمشي تماك. وفي الليل حلمات بريتشارد وهو كيغرق في الماء، وفاقت من نعاسه مخلوعه وكتبكي، ولقات ريتشارد كان واقف حداها، وايمي قالت ليه واعدني وما تخليني وتمشي مهما وقع. وهنا ريتشارد حاول يقرب منها ولكن ايمي دفعاته بالزربه. وفي الليل ريتشارد حاول يقرب منها مره ثانيه ولكن ايمي حبساته وقالت ليه يمشي ويخليها، وهذا الشيء خلى ريتشارد يتقلق بزاف. وفي النهار الثاني ما هضرش معاها ولا حتى شاف فيها، وايمي لاحظت ريتشارد كيدير شي حاجه غريبه مور الصخور ولكن ما فهماش شنو بالضبط، وملي عيطات عليه تعصب وقال لها سيري بحالك. ومن بعد ريتشارد شاف لأول مرة واحد السفينة كتمر من بعيد، ونزل بالزربة من شجرة وبدا كيجري للقمة فين كان جامع الخشب باش يشعل العافية ويطلع الدخان باش يلفت الانتباه ديال الناس اللي في السفينة. ولكن للأسف ريتشارد تعطل والسفينة مشات وبعدات عليهم. وفي ذاك اللحظة إيمي حتى هي شافت السفينة وكان عندها فرصة باش تشعل العافية باش يبان لهم الدخان، ولكن وخا شافتها مزيان ما دارت والو، وهذا الشيء كيبين انها عجبها العيشه في الجزيره وتقبلات الواقع ديالها. ومن بعد ريتشارد وصل وهو معصب عليها بزاف حيت ما شعلاتش العافيه، وقال لها انا مليت منك ومن هذا الشيء كامل وغادي نمشي من هنا بوحدي. وخونا ركب في ذاك المركب الصغير وكان ناوي يهرب من الجزيره، ولكن في نص الطريق المركب تهرس وفجاه طاح في الماء وما لقى حتى شي حل اخر الا يرجع للجزيره. وايمي بدات كتضحك عليه وقالت ليه شوف هاد الجزيرة راه هي دارنا وخصنا نعيشو هنا ونتقبلوا الوضع. وملي سمعها ريتشارد زاد تعصب وبداو كيتناكروا بيناتهم، وايمي قالت ليه انا عارفه شنو كدير بوحدك مور الصخور وغادي نقولها لباك الا رجع. وريتشارد تنرفز وقال لها واش كتبقاي حاضره لي ولا شنو، وتعصب وشير عليها بواحد الحبه ديال جوز الهند ولكن ما وصلاتش ليها، وحتى هي شيرت عليه بجوزات الهند وجابتها ليه في الراس حتى تقصح. وهنا ريتشارد فقد أعصابه وضربها وزاد طردها من الكوخ وقال لها هاد الكوخ أنا اللي بنيته وما غاديش تعيشي معايا هنا وما غادي نعطيك لا ماكلة لا حتى شي حاجة. وإيمي اضطرات تنعس برا في الليل وبدات كتقلب على الماكلة بوحدها، وكان صعيب عليها بزاف حيت ما متعوداش على هاد الشيء. ورغم هاد الشيء ريتشارد كان كيضحك عليها وما بغاش يعاونها. وإيمي بدات كتحط الورد قدام داك التمثال اللي في الجزيرة، وفاش كانت راجعه من البحر للجزيره دازت فوق واحد السمكه صخريه مسمومه، وهذا الشيء خلى ايمي تقصح في رجلها وما بقاتش قادره تمشي، وبالمشقه قدرات ترجع للجزيره وهي كتألم من السم. وسولها شنو وقع ليها وقالت ليه راني عفلت على واحد السمكه صخريه مسمومه وانا عيانه بزاف وعافاك ديني للبلاصه ديالي. وريتشارد ما ترددش وهزها وجرى بها عند التمثال. وحاله ايمي كانت خطيره ووجهها كان صفر وعينيها دابلين وسخفات، وريتشارد تصدم بزاف وخاف يفقدها. ومن بعد شويه ايمي فاقت وصوتها بدا كيرجع ليها وحسات براسها شويه، والجسم ديالها بدا كيتعافى بواحد السرعه غريبه، وكان المكان عطاها واحد الطاقه جديده. وريتشارد داواها وبقى غير كيشوف فيها وقال لها انا كنت غادي نضيع وما كنتش كنتخيل نعيش هنا بلا بيك. وايمي تعانقت معاه وقالت له يعني ما بقيتيش معصم مني دابا. وريتشارد ضحك وقال لها لا، ورجعوا بجوج للكوخ ديالهم. ومن داك النهار ولات العلاقه ديالهم مزيانه ودازت عليهم شهور والحياة اللي بيناتهم ولات مستقرة. ولكن ريتشارد بدا كيلاحظ بأن إيمي ما بقاتش كتقرب منه بحال قبل، والسلوك ديالها تبدل، وقال لها واش ما بقيتيش كتبغيني بحال قبل. وإيمي قالت له ما عارفاش، صحتي ما بقاتش مزيانة. ومن بعد شدات إيد ريتشارد وحطاتها فوق كرشها وقالت له أنا حاسة باللي كاينة شي حاجة مختلفة هنايا. والحقيقة هي أن إيمي كانت حاملة، ولكن بجوج ما كانوش فاهمين هاد الشيء وما عندهم حتى فكرة على الحمل. وريتشارد كان كيسحاب ليه باللي ايمي كتاكل بزاف وداك الشيء اللي خلاشها تكبر. وفي واحد الليله ريتشارد سمع الصوت ديال الطبول جايين من الجهه الثانيه في الجزيره، وملي مشى يشوف من بعيد شاف السكان الاصليين كيديروا قربان قدام التمثال. وخونا تخلع وهرب رجع للكوخ. وفي ديك اللحظه بالضبط ايمي جاها الوجع وبدات كتغوت، وريتشارد تخلع ولكن قرب منها وعاونها. وبعد معاناه كبيره ولدات ولد صغير وفرحوا بجوجهم بهذا الولد.
موراها رجعوه للكوخ وهو كيبكي، وريتشارد عطاه ما ياكل، ولكن ما بغاش يسكت من البكا حتى قربوا من إيمي، وملي شداتو بدا كيرضع منها وسكت. وريتشارد قال لإيمي أنه شاف السكان الأصليين كيديروا شي قرابين، وحذرها أنه لو قربوا منهم غادي يشكلوا خطر، وقرر يحمي العائلة ديالو مهما كان. وبعد ما ولدوا حياتهم تبدلات بزاف مع الدري الصغير، ودازوا سنين وهو كيكبر. وفي واحد النهار كانوا كيلعبوا كاملين حدا البحر ومغطين الأجسام ديالهم بالطين وكيضحكوا. هاد الوقت كان ريتشارد مع شي رجال ديالو في السفينه كيقلبوا عليهم حتى وصلوا للجزيره، ومن بعيد شافوا هاد الثلاثه، ولكن ملي لقاوهم مغطين بالطين ما تعرفوش عليهم ورجعوا بالسفينه. وريتشارد وايمي ولدهم شافوا السفينه، ولكن ما تصوروش ان فيها ريتشارد، وبقاو ساكتين وما بغاوش يطلبوا منهم النجده، حيت كانوا مرتاحين وهانين مع ولدهم وما بغاوش يرجعوا للعالم الاخر حيت ولفوا العيشه هنا. ومن بعد ريتشارد شد المركب الصغير وخدا ايمي وولده ومشاو للجهه اللي مات فيها بادي، وبقاو عايشين تماك لشهور طويله وسط الطبيعه والفواكه، وبداو كيتفكروا الطفوله ديالهم. ومن بعد ريتشارد مشى يجني الفواكه، وايمي بقات كتلعب مع ولدها في الشاطئ، وولدهم وهو كيلعب جاب شويه توت السام وحطو في المركب بلا ما ايمي ترد ليه البال. ومن بعد مشاو ايمي وولدها للمركب باش يتسناو ريتشارد، حتى لقات المركب بعاد على ريتشارد، وولدها لاح واحد المجداف في الماء، وايمي حاولت تجيب المجداف ولكن ما قدراتش، فعيطات لريتشارد اللي جاب الزربه الماء وعام جهتهم. وايمي خافت، قالت لي عندك ورق قرش، وريتشارد بلا ما يشوف موراه بدا كيزرب باش يوصل لايمي، وايمي ضربات القرش بالمجداف الثاني، وهكا عطاتو فرصه يركب في المركب. ولكن دابا بقاو بلا مجداف باش يرجعوا للجزيره، وحاولوا يجدفوا بيديهم ولكن البحر كان قوي عليهم بزاف، وزاد خلعهم القرش وخلاهم ما يقدروش يعوموا، والمركب بقى كيبعد وسط البحر. وفي هاد اللحظه ولدهم جاه الجوع وبدا ياكل داك التوت السام، وايمي وريتشارد ملي شافوا هاد الشيء حاولوا يخرجوا التوت من فمه، ولكن كان فات الفوت، وظنوا ان ولدهم غادي يموت، وهما ما تقبلوش هاد الشيء، وحتى هما كلاو من هاد التوت واختاروا يموتوا كاملين وما يعيشوش بلا به، ونعسوا كاملين في المركب وتسناو الموت. وفي الحقيقه داك التوت ماشي سامهم، خلاهم ينعسوا صافي. ومن بعد وصلت السفينه ديال ريتشارد، وكان ريتشارد وايمي وولدهم فاقدين الوعي، ريتشارد اللي كان كيقلب عليهم سول الرجال اللي معاه واش هادو ماتوا ولا كيفاش، وجاوبوا واحد من الرجال وقال ليه لا هادو غير ناعسين ماشي ميتين. هنا كيسالي الفيلم ديالنا. ما تنساوش جيم، كومونتير، شاركوا في القناة باش تشوفوا دائما الجديد. تهلاو.